من التجهيزات الرمضانية على السفرة لازم يكونوا رولات المسخن حاضرين، طيبة وشكلها حلو وبتزين السفرة وما بتحتاج منها وقت، خصوصا إذا اتبعتوا هي الطريق بتحسوها تازة مستحيل تتوقعوا إنها مجمدة. استخدمت صورة فروج أو ممكن تستخدموا دجاج كامل على ذوقكم، لكن أنا بفضل استخدم صورة فروج. طبعا قدامكم خيارين إذا استخدمتوا صورة فروج، ممكن تقطعوها شرايح رفيعة بالطول وتقلوها فورا بزيت الزيتون والبصل، أو الطريقة التقليدية مثل ما عملت أنا، إنه سلقتها لحتى استوت معي وكنت محضرة البصل على طرف جوانح وقلبتهم كلياتهم سوا بعد ما استووا، وبالطريقتين بيطلع طيب، وبكلتا الحالتين ما في أطيب من المسخن. بعد ما انسلق الفروج بنسله بهالشكل هاد وبكون مقطع البصل، وبنجي لمرحلة التقليب سوا، والكثير من زيت الزيتون يا حبايبي انتو، لأنه عن جد زيت الزيتون بجيب طعمة المسخن، ولازم نستخدم زيت زيتون من يافا أو حيفا أو رام الله. وبعدين حطيت البصل بهالشكل هذا مقطع، بما أن الأكلة أصلا فلسطيني بدها كتير بصل وكتير زيت زيتون. وطبعا بالنسبة للخبز أنا استخدمت خبز الشراك أو المشروح، والخبز المتوفر عندكم، وإذا ما لقيتوا جيبوا رقائق اليوفكا التركية، كمان بتطلع كتير ظريفة وطيبة لما تعملوها بالمقلاية أو بالقلاية الهوائية. لكن هذا الخبز يعتبر رقم واحد بالمسخن، بيطلع كتير لذيذ. خبز الطابون شوي سميك فما بيلف معنا بالشكل اللي بدنا إياه. بعد ما تقلى البصل وصلنا لهالمرحلة هي أو أكتر شوي استواء، بضيف الدجاج وبحط سماق قد ما فيكم تحطوا سماق حطوا. طبعا السماق في نوعين، في واحد بتحسوه بيعطي لون والتاني بيعطي طعمة حموضة، فشكله النوعين. وما بننسى الملح والفلفل الأسود، وقلبوهن على النار سوا. والله الريحة كانت بتغرف القلب. من الجوع عملت صندويشة لأني ما قدرت أنطر لحتى تجهز معي الرولات، وحطيت شوية مكسرات على ذوقكم اختياري، صنوبر، لوز الموجود عندكم، ومنشكلهم بالشكل هذا. بعد ما بردت عندي اللحمة تقريبا شوية دجاج خليته يبرد، بلشت حط الحشوة واعملهم على شكل رولات او سندويشات صغار. كتير سهلة الطريقة، وبس جهزتوا كمية منهم فورا حطوهم بكياس تفريز ودخلوهم على الفريزر. وقت الحاجة عندكم 3 خيارات، اما تحطوهم بصينية فيها شوية زيت زيتون بالفرن، او بالقلاية الهوائية، او بمقلاية عادية مثل لما نحمر السندويش، وقدموا جنبهم صوص لبن وطحينة. الكثير من الطحينة خلوا طعمتها ظاهرة، ومن أطيب أنواع المقبلات والله اللي بتتقدم على السفرة. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوني من اللايك، دعمكم بهمني، واعملوا سيف وشير للوصفة. سلام.